آها يا لوكا مودريتش، وأخيرا لوكا مودريتش يعلن رحيله عن ريال مدريد، وستكون المباراة له الأخيرة يوم السبت غدا في البرنابيو. للأمانة لوكا مودريتش اللاعب الوحيد الذي كانوا متفقين عليه خصومه قبل أصحابه. أنا ما عمري شفت مشجعين برشلونة وريال مدريد متفقين على لاعب يعني فنان ولاعب أنيق في لعبه مثل لوكا مودريتش. الكل اتفقوا وأجمعوا. وداعا يا أمير خط الوسط، مودريتش يطوي صفحات المجد مع ريال مدريد بدمعة في العين وقلب يعتصره الألم. يرحل أحد يعني أعظم من مروا في تاريخ ريال مدريد الكرواتي بعد سنوات من الإبداع والبطولات التي سطرت بأقدامه الذهبية. لم يكن للأمانة مجرد لاعب، بل كان عقل الفريق ونبضه وروحه التي لا تهدأ حتى صافرة الحكم أو حتى صافرة النهاية عفوا. منذ قدومه إلى القلعة البيضاء في عام 2012 شكك البعض وانتظر فشلا، لكنه صمتهم بالرد في الملعب عاما تلو الآخر حتى أصبح رمزا يعني للإبداع والاتزان. مع لوكا مودريتش لم تكن كرة القدم مجرد لعبة، بل لوحة فنية ترسم بحركاته برؤيته التي لا يمتلكها إلا الكبار. اليوم لوكا مودريتش يودع البرنابيو، ذلك الملعب الذي شهد على أجمل لحظات رحيله. ليس مجرد انتقال لاعب، بل نهاية فصل من كتاب المجد، فصل كتب فيه التاريخ بالحروف الذهبية. هناك يعني دوري أبطال 5 مرات، والكرة الذهبية والدوري الأسباني، وأهم من ذلك قلوب الملايين. سيرحل مودريتش لكن صدى صوته سيبقى يتردد بين جدران النادي. وداعا لوكا يا من علمتنا أن العمر مجرد رقم ليس حاجزا، وأن العمر ليس مشكلة في أن توصل إلى ما تتمناه في عالم كرة القدم.